السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ معاكم احمد الافندي على قناه باكورد الحقيقه بس عندي. بمناسبه الخلافات اللي دايما بيعملها مرتضى منصور، وطبعا مش عايزين نقول الغلط، واللسان هو سليط اللسان دايما مفيش منه خير. ابراهيم فايق الاعلامي بيتكلم بكل احترام وبيوجه كلام مهم جدا لمرتضى منصور. مرتضى منصور الفترة اللي فاتت هو ملوش صفة في نادي الزمالك لأنه معزول كرئيس للنادي، بس هقول لك بقى التفاصيل. ولكن اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي مرتضى منصور يعني طلع بيهاجم إبراهيم فايق بشكل قوي، وطبعا قبل كده كان غلط فيه وفي أمه، وكان في تفاصيل صعبة. وهو يعني ده صفات اللي بنقول عليها اللي هو الإنسان اللي بيشوف نفسه كويس جدا، ولكن لسانه ما بيترحمش منه حد للأسف، ولا حد بيسلم من لسانه، وضميره للأسف ما بيبقاش صاحي. يعني ما تعرفش بقى، هي في ناس كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. دلوقتي ابراهيم فايق بيرد بيقول احنا مش هتمنعنا من ان احنا نتكلم، مش هتمنعنا من ان احنا نقول رأينا، مش هتمنعنا من ان احنا نتكلم في الكورة زي ما احنا عاوزين باحترام. كمان احنا بنتكلم في السياسة، الناس كلها بتتكلم في السياسة، انت عاوز تمنعنا نتكلم في الكورة؟ هل يعقل؟ فبيكلموا بطريقة اكيد يعني صعبة وبرضه باحترام. وانا شايف ربنا يهدي ويهدينا جميعا يا رب ويصلح حالنا، والدنيا كلها ملهاش اي لازمه للي بيحصل ده والله العظيم. حياتي ليكم واشوفكم على خير. لايك للفيديو واشتركوا في القناه. كان معكم احمد الافندي على قناه باكورد الحقيقه بس عندي. دايما الدعم. اشكركم، اترككم في رعايه الله. مع السلامه. سلام.